السلام عليكم شباب، حياكم الله في حلقة جديدة في فيديو. عاد اليوم اللي يحب الباستا والبيتزا والسلطات احنا اليوم في المكان المناسب. احنا في بيت فاير، عندهم فرع في دبي، وهذا الفرع الاول لهم في البحرين والثاني في العالم. فخلينا نشوف بيت فاير. بالنسبة لقعدة المكان حبيت صراحة ببساطة القعدة، حبيت شلون هم لعبوا بالألوان واستغلوا المساحة الصغيرة وطلعوا مكان جميل وحلو. أصحاب المطعم بنفسهم هم أيضا أكدوا لي أن جميع المكونات اللي يستخدمونها لازم تكون فريش. أما بالنسبة للبيتزا أيضا هم ترى وايد يهتمون لجودة البيتزا، وعندهم مراحل عديدة تمر فيها البيتزا عشان تطلع بالشكل النهائي، مو بس تعال حطها بالفرن وطلعها، لا، وايد يتبعون الخطوات. المطعم هني مزيج بين نيويورك وإيطاليا، لأن الشيف اللي بدأ الكونسبت هذه كلها أصلا من إيطاليا، فعنده اللمسات الإيطالية بس سوى البيتزات على طريقة لنيويورك بيتزا يعني، فهو مزيج حلو صراحة صاير. أنا جربت المطعم من قبل وبجربه إن شاء الله مرة ثانية بأطباق مختلفة. عندنا شغلات مميزة هني. أول شيء خلوني أبدأ بيتزا ذا بام. هذه البيتزا الله يسلمكم فيها التمر، هذا يعني يمكن شيء مستخرج من ثقافتنا، هي بيتزا التمر. في حياتي ما جربت بيتزا مكان ثاني كذي. بالنسبة للبيتزا البيبروني هذه أيضا هي مميزة، لأن في دبي السنة اللي طافت حصلوا في مجلة تايم اوت ماجازين كأفضل بيتزا بيبروني في دبي. أما عاد هذه البيتزا مميزة بالنسبة لي أنا، ليش؟ لأنها متروسة فلفل وهالابينو، وأنتم تعرفوني أنا كل شيء فيه هالابينو حبيبي كيب زيادة. فمثل ما قلت لكم هني المكان مركزين على 3 شغلات أساسية: السالادز والباستاز والبيتزاز، بس بشكل أكبر على البيتزا. طبعا السلطه تقدر تاخذها يا ابيتايزر يا حتى ممكن تكون وجبه، لان هذه سلطه الكينوا صراحه وايد ممتازه. طيب اما الحين خلوني انا استانس باللي موجود، خلوني اكل ونرجع نعطيكم راينا. احنا فضلنا ان احنا نقعد داخل، بس على فكره ترى المطعم ايضا عنده قعده خارجيه، ولا تنسون دائما تشوفون الديسكربشن تحت لان نحط فيه كل المعلومات اللي تحتاجونها على المطعم. بيتزا التمر هذه عندي ميكس ايموشنز صراحه، لذيذه وغريبه، بس غريبه وايد لذيذه صراحه. طيب اما الحين وصلنا لاحلى بارت في الحلقه، اللي هو لما انا اجرب الحلو. عندنا 3 انواع من الحلويات قدموها لي، عندي الكراميل سلايس، الابل باي، والمولتن لافا. طبعا المولتن لافا هني هذه الكيك، كيك الشوكليت معروف شنو، ولكن الشيء المميزين هم فيه الابل باي هني. طبعا هو كل شيء هني يسوونه فريش، وهم اللي يسوونه، وقالوا لنا وايد زباين يعشقون هالسويت. اما الحين خلوني اراويكم بعض الاطباق اللي ما جربناها، واذا عجبكم شيء لا تنسون في الفيديو دائما تطقون كابتشر على اللي يعجبكم، لان راح تلقون الاسم والسعر، وروحوا هناك راوهم قولوا لهم ابي هذا الطبق الحين. كذا شباب وصلنا ختام تجربتنا هني في بيت فاير. صراحه يعطيهم الف عافيه على الضيافه. انا وين ما جربت وين ما طقيت الشوكه كانت اللقمه صراحه لذيذه. بالنسبه لسلطه الكينوا انا ما احب صراحه وايد الكينوا، ولكن هني حبيته، انصحكم بهذه السلطه. بالنسبه للبيتزا شنو الافضل؟ كل اللي جربته صراحه كان حلو، بس احلى شيء انا عجبني يمكن هو بين اثنين، بيتزا التمر وبيتزا الهيلز كيتشن، لان كانت سبايسي وتعرفون انا قصتي مع الهالابينو. بالنسبه للباستاز السباجيتي والميت بولز كان لذيذ صراحه. التوميتو صوص انا وايد حبيته. اما بالنسبه للديزرتس فصراحه انصحكم تجربون الكراميل سلايس، هذه ماي فيفورت، ولكن الناس كلهم هني الزوار اللي يجون ينصحون بالابل باي، بس انا يمكن دائما احب الكراميل اكثر. في نهايه الفيديو شباب لا تنسون تتابعوني على سناب شات، انستغرام وتويتر، كتبوا لي رايكم بهذا المطعم اذا جربتوه تحت، واذا بتروحون تجربونه لا تنسون تقولوا لهم شفتوه بفيديو، وكتبوا بعدين رايكم في الكومنتات تحت. اشوفكم على خير في حلقه جديده في مكان جديد. مع السلامه.